لو أنت من محبين القرفة وعايز تعرف القرفة بتيجي منين، كمّل معايا الفيديو للآخر. ناس كتير فاكرة إنها بتيجي من فاكهة أو ورق، بس الحقيقة مختلفة تمامًا. القرفة أصلًا هي القشرة الخارجية للشجرة، طريقة استخراجها مدهشة جدًا، كأنك بتقشّر الشجرة بس بطريقة مدروسة. العمال بيقطعوا الفروع الصغيرة من الشجرة وبعدين يشيلوا الطبقة الخارجية الخشنة عشان يظهر تحتها طبقة ناعمة لونها دهبي، دي بقى القرفة اللي إحنا بنستخدمها، وطعمها بيكون أهدى وأحلى وريحتها دافية ومميزة. بعد كده بيقشّروا القشر على شكل شرايح طويلة، ولمّا بتنشف بتتلف لوحدها وتبقى عيدان القرفة اللي كلنا عارفينها، بتملى الجو بريحة جميلة ودافية جدًا. بس المفاجأة هنا، الشجرة مش بتموت زي ما ناس كتير كانت فاكرة، لأن اللي بيتشال هو قشرة الفروع بس، والشجرة نفسها بتفضل عايشة، بتطلّع فروع جديدة تاني، وبعد كام سنة الفروع دي تبقى جاهزة للحصاد من جديد. وعشان كده القرفة تعتبر من المواد المستدامة، فالمرة الجاية لمّا تمسك فيها عود قرفة افتكر إن وراه سنين من النمو، اتحولت في الآخر لريحة وطعم مميز جدًا. لو أنت من محبين القرفة قُل لنا في الكومنتات. وأخيرًا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير وتابعني وانتظر المزيد. شكرًا.